كردستان. لذلك وحتى توقيتها، لاحظ الخباثة في التوقيت، وهو قبل عطلة عيد الأضحى المبارك. والقضية لا أعتقد أنه هي قضية تتعلق بوزيرة المالية، يعني قعدت الصبح وقالت لازم أنا أصدر هيك قرار، ولا من وزير، هذا قرار سياسي وليس قرار يتعلق بتوفير الأموال أو الميزانية. وهو يعني لنكن أكثر صراحة هو يعني معاقبة إلى إقليم كردستان على اتفاقية الطاقة اللي وقعها قبل كم يوم مع شركات أمريكية، وهي لتوفير الغاز للعراق كله وليس فقط إلى إقليم كردستان. وأنا ضد مناقشة هذه القضية باعتبارها قضية إنسانية. هذه ليست قضية إنسانية، لأنه نحن لا نستجدي، نجدد يعني الشعب الكردستاني له حقوق وله موازنات، وإن كان هناك خطأ في الموازنة، كانت زيادة كانت نقصان أعطينا أكثر، ولكن يجب أن لا يجري المساس برواتب الموظفين، لأنها لقمة عيش الأطفال والنساء والعوائل. ولذلك قيل، شوف عزيزي، تصور أنه قطع الأرزاق تم مساواته بالقتل، قطع الأرزاق ولا قطع الأعناق، يعني جريمة، يعني هي جريمة قتل أنه أنت تمنع عن إنسان رزقه أو مصدر عيشه أو اللقمة اللي يوفرها إلى أطفاله. البته بپرسه گرینگه اگر حتی پرس گرینگ نابین هولیر بغداد بين. يعني سؤالك جوابه واضح، طبعا الدين لا يسمح بذلك، والدين يبحث عن العدالة، والدين يبحث يعني الدين المعتدل الذي يبحث عن تحقيق حقوق الناس. وحتى الرسول محمد قال ادفعوا أجور الناس قبل أن يجف العرق على جباههم. فكيف أنت كل عدة أشهر كل موسم مطلع لي قضية اسمها رواتب إقليم كردستان؟ هذه القضية يجب أن تنتهي. وأنا أحب يعني أن أوضح فد قضية مهمة أستاذ، أنه هذه المشاكل المتراكمة والمدورة في كل دورة برلمانية أو في كل حكومة يعني لديها ثلاثة أسباب. أولا غياب الديمقراطية في البلد، نحن بلد يعني ربع ديمقراطي، لأنه الديمقراطية هدفها هو تحقيق العدالة الاجتماعية، ونحن لدينا العدالة الاجتماعية غائبة. الشيء الثاني الالتزام بالدستور، حقيقة نحن لدينا دستور جيد، ولكن من يلتزم به، من يطبق به؟ الحكومة الاتحادية في بغداد عادة ما تخرق هذا القانون، وخصوصا في العلاقات مع إقليم كردستان. والقضية الثالثة هي قضية الإرادة السياسية. بغداد لحد الآن ليس لديها إرادة سياسية بحل المشكلات مع الإقليم، لأنها بهذه الطبقة السياسية المتنفذة أنا أقصد يعني من هذه الطبقة لا تفهم ولا تريد أن يكون العراق فيدراليا. هي لا زالت تعيش في عقلية مرحلة الاستبداد عن عراق مركزي، حكم رجل واحد أو مجموعة واحدة، وبالتالي البقية عليهم أن يأخذون سلام مربع. طبعا الشيء الواضح أنه يعني الطبقة السياسية الحاكمة والمتنفذة في بغداد لحد الآن غير قادرة على قراءة ما يجري في المنطقة. الآن متغيرات كبيرة وقرار دولي بالتغيير. الفيدراليات ليست بدعة عراقية، يعني هي الفيدراليات موجودة في دول عربية، عندك في الإمارات مثلا نظام الفيدرالي ونظام ناجح جدا، لأن هناك ناس مقتنعة به تريد أن تطبقه. بالعراق عندنا بالعكس، في الدول الأوروبية موجودة فيدراليات ومقاطعات، وعايشين على أحلى ما يكون بالالتزام بدساتير يتم التوافق عليها. احنا عندنا طبقة سياسية يعني تريد أن تقرأ الواقع كما تريد هي، لا كما هو الواقع. ولذلك لا أحد يستطيع أن يجيبك الآن على السؤال ما الذي سيحدث في العراق بعد فترة. يعني العراق ليس بعيد عن كل المتغيرات، وإذا كانت هناك الآن مصدات تمنع أي متغير في العراق، هذه المصدات سوف لن تدوم إلى النهاية.